خروج خارج معترك العمليات. عصام الرقي يسدد، وهدف ثاني، هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء، والجماهير الرجاوية متحركة في المدرجات. نطلبوا من المخرج الحاج حسين انه يعطينا التجاوب الكبير بين لاعبي الرجاء والجماهير الرجاويه اللي كنشاهدوها الان، واللي وفيه، ونتمناو على ان لغه التشجيع اللي يعني ممزوج بالاحترام يرافق الجماهير الرجاويه اللي عودتنا دائما على هذا المعطى انطلاقا من سنوات ماضيه. دائما جماهير الرجاء كانت قدوه، وكانت دائما يعني تشجع الفريق بكل احترام وبكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذه ضربة جزاء التي أعطت الهدف الثاني. فريق المغرب التطواني يعاني في الشق الدفاعي كثير، فهو استقبل فيما سبق 21 هدف، اليوم كيرفع الاخطاء ديالو كتوصل 23 هدف. ربما لوبيرا العمل لفائدة فريق الرجاء، هدف ثالث لفريق الرجاء. هذه المرة أعتقد أن البناء كان هجومي بالشكل الجيد لفريق الرجاء، والرجاء يهز الشباك مرة أخرى. الشباك تهتز بملعب ثانية الرمل بتطوان لفائدة فريق الرجاء، واللي ولا ملاحظة فؤاد هي الحصص اللي كينتصر بها فريق الرجاء. بالفعل واللي كيعطي القوة لفريق الرجاء هو الخط الهجومي ديال الوسط ديالو وقلب الهجوم. هناك تبادل ادوار، عدم الاستقرار في مركز واحد، وزعزعه دائما الاستقرار ديال المدافعين. للامانه صانع الهدف هو الراقي ربي، مجهود فردي اخترق دفاع المغرب التطواني ومرارا، وهو اللي هضرت عليه في الجوله الاولى، يدبر المجهودات ديالو داخل المقابله. فلاحظ معايا دابا صعد ما غتلقاش الفوق الا مرور 7 أو 8 دقائق، فهو يجير لهذوك لي زيفور ديالو داخل المقابله. وهدف اخر للحافظي في بطوله هذا الموسم يدعم الاهداف التي سجلها الحافظي. قلت ان الحافظي ربما من صنع المدرب او من اشياء اخرى، يعني من لاعب كان يعني يعيش لحظات فائده فريق المغرب التطواني. زيد كاروش غادي ينفذ كيسجل الهدف الاول، وبطريقه الكبار، بطريقه اللاعبين الكبار. زيد كاروش يسجل الهدف الاول لفائدة فريق المغرب التطواني اللي منهزم ب3-1 كيف قلت مع بداية المباراة. من تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق الرجاء يعني تنبأنا على أن المباراة يكون فيها أهداف كثار، لأنها مباراة مفتوحة، مباراة تعيد بالشيء الكثير بين المغرب التطواني وفريق الرجاء الرياضي البيضاوي. فرحة الجمهور التطواني الذي يساند المغرب التطواني في هذه المباراة هنا بملعب ثانية الرمل بتطوان. والحكم يطلب من اللاعبين اعاده، والحكم زرق علاش تعطل؟ لانه اللاعب اللي كانوا اون دويل فهما كانوا عاطين بالظهر لزرق، وانتظر انه ولكن الحكم المساعد مشكور، يعني هذا هو انتظر الحكم المساعد هو اللي يفيدو في الحاله، وبالفعل فادوا المساعد ديالو واعطى ضربه جزاء. زرق تحيه ليه كبيره. فريق الرجاء هو من منطقة دربميلة بمدينة الدار البيضاء، لعب للوحدة. هذا الراقي يقود حملة لفائدة فريق الرجاء، هدف ثالث لفريق الرجاء. هذه المرة أعتقد أن البناء كان هجومي بالشكل الجيد لفريق الرجاء، والرجاء يهز الشباك مرة أخرى. الشباك تهتز بملعب ثانية الرمل بتطوان لفائدة فريق الرجاء، واللي ولا ملاحظة فؤاد هي الحصص اللي كينتصر بها فريق الرجاء. بالفعل واللي كيعطي القوة لفريق الرجاء هو الخط الهجومي ديال الوسط ديالو وقلب الهجوم. هناك تبادل ادوار، عدم الاستقرار في مركز واحد، وزعزعه دائما الاستقرار ديال المدافعين. للامانه صانع الهدف هو الراقي ربي، مجهود فردي اخترق دفاع المغرب التطواني ومرارا، وهو اللي هضرت عليه في الجوله الاولى، يدبر المجهودات ديالو داخل المقابله. فلاحظ معايا دابا صعد ما غتلقاش الفوق الا مرور 7 أو 8 دقائق، فهو يجير لهذوك لي زيفور ديالو داخل المقابله. وهدف اخر للحافظي في بطوله هذا الموسم يدعم الاهداف التي سجلها الحافظي. قلت ان الحافظي ربما من صنع المدرب او من جيل المغرب التطواني. الهدف الركنيه كتنفذ، انس سنيتي، هدف ثاني لفريق المغرب التطواني، هدف ثاني لفريق المغرب التطواني. يعود المغرب التطواني بقوه. قلت ان تسجيل الهدف الثاني ربما يعطي لفريق المغرب التطواني القوه للعوده في المباراه. استسمح الاخ طلال، فربما الطوسي والخياطي فهم تاخروا في التغييرات. ربما منين دار 3-0 كان انه يعطي شحنه اخرى
وطراوه اخرى للاعبين قد يعطون الشيء الكثير للرجاء. ربما الطوسي تعطل في الادخال، لوبيرا دخلي واما اللاعب الاخر يقدروا يدخلوا، فربما تعطل التوصيف في التغيير وخلى انه المغرب التطواني يرجع للمقابله. كنشوف اوساغونا اللي غادي ينضم للرجاء في هذه اللحظات. ربما التوصي ادرك على ان الخط الامامي ادى المهام ديالو وما بقاش عنده ما يعطي. يعود هذه محاوله لفريق الرجاء وهدف رابع. هدف رابع اوساغونا. نجح الطوسي في التغيير. الطوسي ينجح في التغيير ويلقي بأوساغونا في المباراة، وهدف رابع ربما يصعب المامورية على فريق المغرب التطواني. هدف رابع يصعب المامورية. اختيارات الطوسي ناجحة حتى الآن. اختيارات الطوسي ناجحة وأوساغونا. لاحظ باباتوندي هذا لاعب يعني متميز، لاعب متميز. وأوساغونا يعني مجهود نيجيري، لا الممرر ولا المسجل، لاعبين من نيجيريا. و4-2 لفائدة فريق الرجاء ومازال العاطي يعطي. 6 ديال الأهداف ومازال العاطي يعطي. أحسن ما فعل أوساغونا منذ دخوله هو الدفاع عن المرمى ديالو والصعود لتسجيل هدف، شيء يحسب لأوساغونا في هذه المقابلة. قلت 6 ديال الأهداف حتى الآن في مباراة متميزة بين الرجاء والمغرب التطواني، وباقي العاطي يعطي من الأهداف. يعيد الكرة إلى معترك المغرب التطواني. هدف خامس، 5-2. قلت أن المباراة يمكن تعرف سيل من فرص التسجيل، ويمكن تعرف الحس 7 ديال الأهداف، وباقي العاطي يعطي كما قلت 7 ديال الأهداف في مباراة يعني قمة بدون. إلا كان فريق المغرب التطواني انتفض مع بداية الجولة الثانية وبقى بينه وبين التعادل هدف واحد، فاختيارات الطوسي واجتهادات عزيز الخياطي بددت وبعثرت اوراق المغرب التطواني في مباراه حتى الان اعطتنا 7 ديال الاهداف. والرجاء يعني حاضر بقوه، وحتى التغيير اللي كان قام به الطوسي وعزيز الخياطي دخول مهتدي هذا هو كذلك من مدرسه نادي الرجاء الرياضي البيضاوي. اخ ابراهيم مهتدي والاخ الاخر مهتدي. ابراهيم كان كيلعب في فريق الفتح الرباطي، والاخ المهتدي الاخر اللي كان كيلعب في فريق الكوكب المراكشي واتحاد المحمديه قبل المجيء الى الكوكب المراكشي. هذا من مدرسه فريق الرجاء، من عائله رجويه، عائله يعني رياضيه تنتمي لمنطقه سيدي عثمان بمدينه الدار البيضاء. هو وفي لقميص الرجاء، مر بجميع فئات فريق الرجاء، مر بفئه الصغار، فئه الفتيان، فئه الشبان، ثم فئه الكبار.